السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من صوتي طبعا هتعرفوا احنا فين. والله يا جماعة قلت اعمل لكم جولة. ليه لا؟ يعني الناس اللي بتحب تتفرج على فرنسا وتحب تشوف فرنسا اهي زي ما انتم شايفين، كله جري وتعب وخارج باريس. عارفة والله العظيم عندي حظ سبحان الله، كل ما يكون عندي ميعاد مستنيه المفروض من الساعة 3:15 قدام المحطة عشان الأتوبيس يجي الساعة 3:30. المهم الأتوبيس ما جاش الساعة 3:30، جه الساعة 4:03. وسبحان الله حظ حلو إن عاملين اللي تخافوا، يعني ما بيعديش المحطة بتاعته. المفروض إن أنا باخد 25 بيكون سهل، يعني هو تقريبا أساسا إيه مش سهل بس أسهل زي ما انتم شايفين. طبعا أنا إيه لسه قدام مشوار كبير ماشي ومش قادرة أتكلم لأن عمالة إيه بقالي شوية بمشي والشمس نار يا ربي، الشمس ولعة ولعة يعني. المهم طبعا أنا بقالي أسبوع ما دخلتش على اليوتيوب خالص، ودي تقريبا كنت حاسة إن في حاجة ناقصة، بس كان يعني في شوية حاجات مش من الحاجات دي اللي لا داعي لذكرها، يعني لأنه الواحد إيه ما بحبش أتكلم تفاصيل، لأنه إيه بعض في تفاصيل ما ينفعش تقولي أصلي كان كذا وكذا وخلاص، لا ما ينفعش، لازمها تفاصيل. وبما انه ما لهاش علاقه بالتفاصيل هنعمل ايه؟ هقول لكم كان اجتني حساسيه في عيني. طبعا غير الحاجات، يعني هقول لكم على الحاجه اللي تنفع ان احنا ندهلها يعني. فبصراحه كان بيجيني صداع وعيني كانت بتوجعني جدا. كنت مره ممكن اشوف فيديو في اليوم، ما كنتش بفتح اليوتيوب خالص، فاهمين؟ انا بس قلت اقول لكم ايه واعمل لكم جوله بالمره. بصراحه كنت بزعل جدا، بقول يا عروض ام سجده وفيديوهات منوعة سمكة وكراميل وام فهد وقصة كمان رؤى، القصة اللي بقالها حلقتين ما اتعملتش، فاضلين سمعتهم بس ما كنتش بس كنت بسمع بس، وللاسف عملت لايك وما عملتش والله كومنت، وربنا يشهد علي. وعايزه اقول لكم بالجوله اللي انا هعملها لكم والكلمتين اللي انا عايزه اقولهم. اولا حاجه يا جماعه، انا بقالي 4 سنين في اليوتيوب ما كملتش حتى وصلت ل1000 ساعه اصلا. وصلت لها زمان لما كانت في مشاهدات حلوه، وعشان غبت على القناه كتير في بدايتها يعني في اول سنه ليها يعني. كنت لما بدخل بلاقي في قنوات كتير طبعا ساعات كتير اتمسحت، ودلوقتي كل ما بدخل تلاقي قنوات جديده وتقول لك طب انا كملت 1000 في اول شهر، قبل ما اكمل الشهر كنت كملت ال2000. طب انتوا عارفين دلوقتي قناتي عندكم يعني تقدروا تشوفوا، عارفين فيها كام في 4 سنين؟ يعني شهرين كملت ال2000 و4 سنين وزي ما هي. طب الناس اللي بتدخل تقول انا جيت وما جيتش، وانا كنت بدخل على اول واحده اول ما تنزل فيديو بدخل عشان تعرف ان انا اشتركت عندها وكده يعني. طبعا يا جماعه عندي مدرسه هنا. طبعا الشعار اللي بيقرفونا بيه كل شويه اللي هم ما بيعملوش بيه اهو، شعار الحريه والعداله ما اعرفش ايه. المهم جولة في باريس اهي، في فرنسا قصدي. عطو يوسف تخيلوا بقى 4 سنين وفي شهرين كملت ال2000، وانا لحد دلوقتي في 2800 يعني 3 سنين وانا بعمل في 800 مشترك. المهم ما علينا، عايزه اقول لكم دلوقتي على حاجه والله وربنا يشهد علي، ولما اقول لكم ربنا يشهد علي يبقى ايه ما ينفعش ان انا اشاهد ربنا وانا بكذب. ان انا اي قناه اي فيديو بفتحه سواء كان خصوصا اي قناه بتفتح بعمل حتى منوعة سمكة بتقول هعرف جيت ولا لا، يعني والله العظيم احيانا كتير بخلي الفيديو بكون بغسل ايدي بيبقى عايز اعلق على الحتة دي فما بقدرش، فاهمين؟ واكيد بتلاحظوا ان انا بكتب كومنتات كتير، مش كومنت واحد الفيديو جميل تسلم ايدك وخلاص، لا ملاحظين. كنت عايزه اقول لكم بس ان انا طبعا والله العظيم اي فيديو قبل ما تلاقي السلام عليكم مكتوبه وتقريها مني تعرفي انه الفيديو اتشاف كله. تمام. كنت عايزه اقول بس بالنسبه ان انا لو كتبت كومنت وقلت السلام عليكم وجوله ودي يا ريت ما حدش يزعل او يعرف ان انا ما شفتش الفيديو، والله انا بشوف الفيديو
بس مش هقدر اعمل زي الاول، لان زي ما قلت لكم انا عندي حساسيه في عينيا. يعني انا بلبس نظاره، والله بقول لكم النظاره احيانا مش شايفه. طبعا انا جيت هنا المره تقريبا السادسه دي سي ام بي. اللي ما يعرفش سي ام بي مكان بيتابعوا فيه الولاد. طبعا انا مشيت خارج باريس، ومشان ما انصحش لاي حد، المكان اللي انا فيه حلو. بصوا طبعا انا مش ساكنه هنا، انا ساكنه في سانتيبو، احنا هنا فلاني اللي يعرف. عايزه اعرف بالنسبه لساكن هنا، هتروح يمين هتروح شمال مش هتلاقي اي مجازة. كل بس بيهتموا بس بالبيوت وبالشركات وبالحاجات. المحلات دي ممكن تلاقي ايه، عاملين لك كارفور او صندوق كوميرسيال كبير في وسط الصحراء. راجل عجوز اللي شفتهم قدام دول حلو بيضحك. وعايزه اقول لكم ان انا 6 مرات اجي ومش عارفه. وعلى فكره انا الساعه كام متاخره على فكره يعني. لا مش متاخره، فاضل لي 10 دقايق وبمشي، ولسه تقريبا همشي يمين تقريبا زي ما انتم شايفين. وعايزه اوريكم انا مرات باجي من الناحيه التانية يعني. لو مثلا ما كنتش اعرف المحطه دي، لان في مره الشوفير قال لي انزلي هنا احسن لك وامشي يمين في يمين، ووصفها لي. كنت بنزل قبل كده ب3 محطات بعد المحطه دي وبعمل. المهم انا قلت اعمل لكم جوله، اقول لكم على الكلمتين اللي انا عايزه اقولهم، واقول للناس اللي متعودين يشوفوا ان انا بكتب لهم اكتر من كومنتين و3 يعني، ان انا اول ما تشوفوا الكومنت بتاعي اعرفي والله انا ما بنزل على الكومنتات الا لما بعمل لايك. وتقدروا تشوفوا في برنامج، انا البرنامج ده عمري ما هقدر انزله، لان اساسا انا ما عنديش وقت اصلا اعمل مونتاج. كنت صورت لكم جوله حلوه، عروض حلوه على فكره. العروض لسه مستمره، في عروض لحد النهارده تقريبا خلصت، يوم 12 في الشهر، وعروض 26 عروض حلوه يعني. المهم وجوله في ليدل وجوله هنا ما اعرفش ولا لافاتيور. ان شاء الله. مشكلة مش في العربية، المشكلة ان انا جوزي كمان يعني ايه نسبة ذكائه طبعا 100% طبعا، والعكس يشتري له عربية وما عندوش رخصة. شايفين البيوت؟ هتلاقوا بص دي لسه بتتعملها جديدة اهي. وعلى فكرة ورا من ورا برضو في كتير لسه بيتعمل عمارات، بس مش هتلاقوا اي محلات او اي حاجة هنا. ممكن تمشوا كده بعيد بعيد تلاقي كده وسط الصحراء عاملين لك ايه وصندوق كمثال زي ما قلت لكم في كتير. بصوا هي بتبني. بالنسبة للناس اللي بتحب ايه تعمل تتفرج يعني، شوفوا باريس فرنسا. احنا هنا يا جماعه اللي يعرف في 77 اللي يعرف يعني، هي يعتبر بعيده خالص عن باريس. طبعا زي ما انتم شايفين الهدوء مش هتلاقوا حد، مش هتلاقوا ناس، بس بصراحه الحته مش حلوه يعني زي ما انتم شايفين. واحنا خلاص وصلنا. واقول لكم ايه، لو عجبكم الفيديو بقى وعجبتكم الجوله اللي هي ايه نص جوله يعني، بصوا كل ده لسه بيتبني اهي. الفكرة انا كنت باجي مرات من هناك من فوق بعيد كمان وباجي. شايفين ده كله لما كنت جيت من سنة تقريبا اول ميعاد كان لسه ما خلصش ده، دلوقتي كله خلص. يعني لما كنت باجي من هنا كنت بلف كده من ورا توها. يلا ان شاء الله تكونوا بخير، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.